السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والورد، جمعة مباركة علينا جميعا يا رب. الفيديو ده المفروض على فكرة ان هو كان هينزل امبارح، بس انا هعرفكم الوقت انا منزلتوش ليه. طبعا بداية الكلام خالص، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجة بقى جوزي النهاردة معانا بصراحة كنت مبسوطة جدا ان هو موجود معانا. طبعا قام خد بقى الشاور بتاعه ولبس وراح بقى علشان يصلي. كنت انا بقى ايه برضو صحيت ابني يروح يصلي. اوعي تقولي بقى ان ابني نايم والجو برد وهصحيه ويروح الجامع، عوديهم. صدقيني دايما الامهات اللي قلبها حنين قوي واللي هي بتبقى خايفه على اولادها بزياده، ما اعرفش، بحس ان اولادها ما بيطلعوش على قد المسؤوليه الكافيه. دايما حسسي ابنك ان هو راجل، حسسي ان هو قد كل حاجه، قد المسؤوليه. حتى لو لسه صغير هيكبر على كده. انتي اللي بتربي الراجل ده، بكره هيبقى عنده زوجه وتدعيلك والله لما هتلاقي طباعه كويسه واسلوبه كويس. فانتي ما تدلعيش، انا ما بحبش الدلع. مش معنى كده ان الام ما تبقاش حنينه، لا طبعا لازم تبقي حنينه وكويسه جدا مع اولادك، بس في نفس الوقت مش كله حنان بقى. مش كله ان انتي تدلعيه زياده عن اللزوم، لا، كل حاجه لو زادت عن حدها بتتقلب لضدها. هنا بقى خلاص كنت ببخر الشقه بتاعتي. هي الشقه بصراحه كانت نظيفه، يعني كل حاجه فيها كانت نظيفه، مفيش اكتر، بس من روقت السراير وكده خلاص الدنيا عندي نظيفه. شغلت بقى قران وحطيت البخور وقلت ادخل اجهز لهم الفطار على ما يجوا من الجامع. انا بصراحه الفطار عندي النهارده كان يعني شايفين بقى، انا حسيت نفس الفيديو اللي فات، قعدت اقول بقى فطار خفيف وعامله بيض وجبنه يعني، وما عملتش باذنجان وبطاطس، لا انا عملت كل حاجه بقى النهارده. هو بما انه قاعد النهارده، وهو من نادر على فكره ان هو يقعد، يعني غالبا يوم الجمعه برضو ببقى ساعات في الشغل، فهو يعني ان هو قاعد بقى النهارده لازم بقى نعمل فطار حلو يعني قد المقام. فاول حاجه طبعا قطعت بقى بطاطس، بكتر بطاطس شويه، لان ابني ما بياكلش الفول والطعميه، فيعني كترت بقى بطاطس، وكمان طلعت له خرطتين بانيه كده حمرتهم له، وكمان قلنا برنجان. صراحه احلى حاجه البرنجان، بيبقى طعمه حلو وكمان مغذي جدا وكويس. هنا بقى كنت بحمر البانيه، طلعت على قده يعني، وبدات بقى ايه تحمير البطاطس. خدي بالك البطاطس الحلوه بتغيب شويه في التحمير، يعني فعلا هي خدت مني وقت شويه، بس بصراحه كان طعمها حلو قوي وكانت جميله. هنا بقى قلت اعمل بقى الفول كمان، كانوا جابوا بقى فول وطعميه وهم جايين قلت اسخن بقى الفول. هو الفول كان جاهز يعني، ما خدش مني وقت ولا حاجه، والبطاطس خلاص عندي احمرت، بس هو كان هيبقى لسه في دور كمان بطاطس، يعني هما كانوا بصراحه يعني باسكت كتير فخدت منه دورين. هكمل بقى الفطار بتاعي وهقول لكم انا ما نزلتلكوش الفيديو ليه. انا مش من الطبيعي بتاعي ان انا على طول ماسكه التليفون وماسكه النت وبقلب وكلام من ده، لا انا مش فاضيه والله ما بفضى. يعني انا بعد مثلا ما اخلص شغل بيتي واخلص وانزل الفيديو بتاعي، وبعد كده بقى طبعا مسؤوليه ولادي ومذاكرتهم، مبقاش عايزه اراكم عليهم دروس، لان انت لو راكمتي دروس هتيجي في الاخر مش هتعرفي تلاحقي الكم اللي هم بياخدوه ده كله. فما بفضاش ان انا اقعد واشوف التليفون في ايه او الحياه فيها ايه بره. انا امبارح فتحت التليفون بصراحة، انا يعني منظر الزلزال ومنظر الناس والاطفال اللي مرمية على الرصيف، يعني بجد بجد انا امبارح لقيت مزاجي وحش جدا، زعلت جدا 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 يعني. بجد ربنا يصبرهم جميعا، ربنا يصبر اهالي كل اللي ماتوا يعني. يا جماعة والله العظيم يعني دي كوارث طبيعية، دي يعني ما فيهاش كلام. ربنا يا رب يكفينا الشر، لان دي اي حد معرض ليها. فانا بدات دلوقتي احط الازاز جنبي وانا رايحه انام، يعني جوزي بيقول لي طب في ايه، قلت له لا يعني انا بدات اخاف انا بدات اخاف قسما بالله. انا امبارح نمت حسيت ان هو في ايه في الدنيا وايه اللي حصل، لا وكميه كوارث جايه بقى ورا بعضها. فالحمد لله يا رب الحمد لله. بس كان المنظر صعب جدا، خصوصا كمان ان انا شفت يعني في قناة اسمها طيوبة ام البنات دي، برضو انا زعلت عشانها قوي. وسمعت كمان ان لها بنتين توفوا، دي حاجة كانت بصراحة وجعت قلبي قوي قوي قوي. ما قدرتش ان انا بصراحة اقوم امنتج فيديو، ولا قدرت ان انا اسجل، ولا قدرت اعمل اي حاجة من زعل بصراحة. ف ربنا يرحم يا رب كل اللي مات، يا رب ربنا يرحمه. ومش هقدر اقول غير ان بصراحة ربنا يصبر اهلهم. يعني ساعات يا جماعة والله اللي بيموت ساعات ممكن بيكون راحة، لان هو احنا اخرتنا كلنا هنموت، لكن بيسيب بقى وجع الفراق لقرايبه، ربنا يا رب يعني بجد يصبرهم. بس فهقول ايه، الحمد لله يا رب الحمد لله على كل حاجة. بس الناس بجد ببقى صعب عليا قوي المناظر ديت، واطفال لسه محدش يعني حد عارف هويتهم ايه. انا والله مش عايزه اقلب الفيديو عكنانه ولا حاجه، بس فعلا صعب، المنظر كان صعب قوي. وانا نمت والله العظيم مش قادره اوصف لكم، انا نمت معيطه زعلانه جدا على المنظر اللي حصل ده. بس
الحمد لله. ده يعني ايه، كل ما جايب ربنا حلوة، الحمد لله يا رب. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. طبعا احنا فطرنا بقى، الفطار بصراحة كان حلو قوي يعني. انا فطرنا وشربنا الشاي وقعدت شوية كتار على ما قمت عملت الغدا، لان كان الفطار بصراحة يعني هو كان ينفع فطار وغدا، بس قلت لا، اعمل لهم برضو غدا برضو بسيط علشان ايه لو جاعوا بالليل ولا حاجة. المهم بصراحة قمت بقى فتحت التلاجة، لان طبعا المفروض ان احنا النهارده هنجيب حاجة السوق. لميت بقى تلاقي مثلا بطاطسيتين جبتهم، 2 كوسة كده جبتهم، بقت الطماطم، بصلتين، وقلت هعمل صينية ترلي حلوة كده تدفين. والله بيبقى طعمها جميل يعني. انا بالنسبة لي صينية الترلي انا بحبها عن صينية البطاطس لوحدها وصينية الكوسة لوحدها. إيه خدوا بالكم، انا عندي ناس ما بتحبش الكوسة، بس هما بقى طبعا يعني ايه بيشيلوها وياكلوا بقية الحاجات التانية. غسلت بقى الطماطم، وطبعا قطعت توم وقطعت فلفل الوان والبصل، وهشطف الحاجه دي كلها. وهجيب بقى اللهم صل على النبي الخلاط بتاعي، وهبدا ان انا اقطع الطماطم. طبعا الطماطم هقطعها كلها ان انا اضربها، وهحط معاها الفلفل الالوان. يعني انا ما حبيتش ان انا اقطع الفلفل الالوان، انا حبيت ان انا يا دوبك بس يعني يدي طعم بقى مع الطماطم وخلاص. هقطعه بقى واحط شويه ميه في الخلاط وهضرب الخلاط، وهمسك بقى بقيه الخضار ده كله اقطعه. طبعا أنا كان بقى عندي بسله من الوصفه الاخيره اللي هي بتاعه لسان العصفور والشعريه. بصراحه كان الرز ده طعمه حلو قوي، ده أنا لسه هعمله تاني لان بجد هو فعلا كان طعمه حلو جدا. هقطع بقى الكوسه، بحب ان انا اقطعها ترنشات دواير. لكن البطاطس لا، ما ينفعش ان انا اعملها دواير. لو عملتها دواير في الوصفه دي البطاطس هتتهرى مني، فانا في الغالب بعملها في الوصفه دي مكعبات. قطعت برضو فصوص الثوم بقى قطع صغيره، دي عايزه تدقيها دقيها، بس انا يعني قطعتها قطع صغيره. والبطاطس زي ما انتم شايفين برضو قطعتها مكعبات بس. ما عادش بقى الا البصله هقطعها على ايدي، ما بشرتهاش عشان برضو انا عايزه احس بالبصله في الصينيه. هقطعها على ايدي ويبقى كده خلاص. ده بقى بقيه البسله اللي اتبقت مني. شايفين مفيش حاجه ترميها، اوعي ترمي حاجه، كل حاجه والله بيجي لها عوزه وبيجي لها وقتها تستخدميها فيها. المهم هقطع بقى طبعا في الوقت ده بقى اولادي بقى بداوا بقى ان هم ايه عايزين يذاكروا. فكل شويه واحد يجي يسالني سؤال، كل واحد يقول لهم يا جماعه سيبوني اطبخ، سيبوني اخلص وبعدين هاجي اذاكر لكم، اعمل لكم اللي انتوا عايزين. هنا كان خلاص بقى بقطع البصل. لا وخدوا بالكم بقى ان انا يعني هم عايزين يذاكروا ويخلصوا ليه، لان هم نفسهم يروحوا يشوفوا تيتتهم جدا. فقلت لهم طب خلصوا مذاكرتكم اما انا اخلص برضو الغدا واخدكم ونروح. هو بيبقى الجو برد شويه والله، بس قلت ايه هم فعلا كانوا وحشوني، هتقل عليهم ونروح ايه نسهر معاهم شويه. هنا بقى طبعا حطيت البهارات بتاعتي، ملح وفلفل وكمون وكزبره و7 بهارات، وهقلبهم كويس مع بعض. خلاص بصراحه بقى الخضار بقى ما اقولكوش بقى تحفه. وحطيت الملح وحطيت الصلصه وكمان حطيت زيت ومعلقه سمنه بس. خلاص تمام. ولعت بقى على البوتاجاز، جيت ابص لقيت الخلاط. اكيد كل اللي عنده خلاط من ده فاهم الكلام اللي انا بقوله. بتلاقي عند الحتت البيضاء، انا مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، قشر طماطم صغير. طبعا ده لو فضل يعني هيخلي لك ريحه الخلاط بتاعك مش حلو. فانا كل مثلا 10 ايام كده ولا اسبوع اقوم ماسكاه بعد ما اخلص طبيخ بقى خلاص، اجيب طبق زي ما انتوا شايفين واحط ميه وبريل وكلور وانقعه فيه قيمه 3 4 ساعات. بصوا بتلاقي بقى كل الحاجات اللي في الحتت اللي تحت دي كلها اتفورت. سبحان الله بقى، بس بنضف وبرجع الجديد تاني. والله تقولي ده انت شاريه لسه. فديت انا كنت في الاول غلبت قوي عما فكرت ان انا انضفها ازاي، بس ده الحل الوحيد ان انت تعرفي تنضفيه فيها. هنا بقى خلاص بقى دخلت بقى اعمل الشعريه بتاعتي عشان يا دوبك بقى عشان نتغدى الاكل يبقى سخن، وكمان عشان نلحق نروح المشوار بتاعنا. هنا كانت صينيه التورلي بتاعي خلاص خلصت، دخلتها بقى الفرن تحمر. لازم بحمر وشها يعني، انا ما اعرفش ان انا ناكلها كده، لا لازم وشها يحمر. هكمل بقى احمر الشعريه بتاعتي واحط عليها الرز واحط ملحها، ويبقى كده انا خلصت كمان الرز. حتى والله انا روحت ماما كان ولادي قالوا لها ان احنا رايحين، فلقيتها عامله محشي. قلت لها لا خلاص احنا اتغدينا يعني احنا كده تمام اتغدينا. والله كان يوم بسيط بس كان يوم حلو قوي. كفايه بس ان احنا كمان خرجنا فيه ورحنا نشوف حبايبنا. شايفين بقى صينيه الطور اللي كانت طالعه من الفرن بجد كانت حلوه جدا. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. بحبكم في الله، مع السلامه.